السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ معاكم زياد ودي قناتي، وهنتكلم في كل حاجة تخص الكورة، خصوصا النادي الاهلي يفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0 في مباراة بعنوان بص على اللوحة النادي الاهلي نفسه مفتوحة. في مباراة نجمها الاول مسيو جومابيل طاهر محمد طاهر من صناعة وتسجيل واهدار. في مباراة نجح فيها النادي الاهلي في احراز 4 اهداف، ملخص الاهداف احراز عمرو السولية هدف بعنوان خش بقى يا شيخة، ابو ليلى اللي المعلق صدعنا طول الماتش، ابو ليلى ابو ليلى ابو ليلى، تحسك انه جاره في العماره. محمد عبد المنعم يحرز هدف ماركة وصناعه محمد عبد المنعم، اهداف محدش بيعرف يجيبها غيره، فعلا مدافع وجواه مهاجم صغير. سام ابو علي يحرز هدف ولا اروع، كلنا كنا متوقعين ان الكوره وهي جايه من بعيد اسهل حاجه هيلعبها بدماغه، وكلنا حطينا في الموقف ده لو كان مودست كان موجود كان ايه اللي هيحصل، ولو كان كهربا موجود كان ايه اللي هيحصل. بس فعلا يتعامل مع الكوره حلو جدا جدا وهي نازله يخطفها من لمسه واحده كده. فعلا عندنا مهاجم كويس جدا جدا جدا، ولكن للاسف اصاباته كتير، ولو خد وقت اكتر في الملعب وسام انا متاكد ان هيطلع منه احسن من كده بكتير جدا جدا جدا. نتمنى ان ربنا يبعد عنه الاصابات، لان فعلا المهاجم ده خساره ان الاصابات تبعده عننا. طاهر محمد طاهر يحرز هدف، وبعد ما يحرز الهدف بيعمل كده، مش فاهم يا طاهر انت بتعمل لمين كده؟ انت جبت جون بس ضيعت كتير جدا 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 في الماتش، ضيعت انفراده ما تضيعش. اسهل حاجه لو وسام ابو علي كان مكانك في الكوره دي، مش محتاجه غباوه، هي محتاجه لمسه بس كده شب من فوق الجون. تصرفت معاه بشكل وحش جدا جدا، غير ان طول الماتش فيه اجوان كتير جدا انت بتضيعها. ضربه جزاء شطها بشكل غريب جدا، وبعد ما بتشوط ضربه الجزاء بتبص للارض كده، يعني الارض هي السبب، لا انت شطها وحش جدا جدا جدا. فمش فاهم طاهر الصراحه، يعني هو عملت اسيست بس يعني الحركه دي انت بتعملها لمين؟ جمهور الاهلي اكبر بكتير جدا 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 انك تعمل له حركه زي كده، ومن حقه انه ينتقدك لانك فعلا من ساعه ما جيت الاهلي ما قدمتش اي حاجه. فاتمنى انك تراجع نفسك، خصوصا ان الكوره للفتره دي مديك فرصه عشان تثبت نفسك، والا على زد. ده ملخص الماتش بايجاز، ما كانش فيه حاجات كتير الماتش النهارده، تقريبا بنلاعب فرقه ضعيفه جدا جدا مسلمه كوره، ما عندهاش اي حلول ولا في دفاع ولا وحارس المرمى برده مش فاهم طول الماتش كان عمال يتعصب بيزعق على ايه. فيعني ده ملخص الماتش. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله مع بعض الايام الجايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تستنى كل ما هو جديد. السلام عليكم.